بيبدأ الفيلم في ألمانيا بجان وحبيبته مافي اللي بيكونوا في رحلة سوا، وده علشان يحتفلوا بالذكرى التانية لعلاقتهم مع بعض. وبنشوف وقتها عائلة جان وإينور والدة مافي وصاحبتها نورا، وبيكونوا بيتابعوا الرحلة من خلال بث مباشر، وبيبان ان كلهم عارفين ان جان عامل مفاجأة لمافي وهيطلب منها الجواز في اللحظة دي، وكل ده بيحصل من غير ما تكون مافي عارفة اي شيء. ولكن جان بيتوتر وبيفضل يلف ويدور في الكلام لحد ما مافي بتقع وبتنزلق من على الحبل اللي هيعدوا بيه للناحية التانية للجبل. وساعتها موسى اخو جان بيقول ان هو كان عارف ان ده هيحصل، لان هو عارف ان اخوه متردد وما بيعرفش ياخد قرار بسرعة. وبالليل بتتكلم مافي مع نورا وبتقول لها ان هي حست ان جان كان هيعرض عليها الجواز، فبتمثل نورا ان هي مستغربة وبتسألها هي عرفت ازاي، فبتقول لها مافي ان كل تصرفاته وطريقة كلامه بتقول كده، وبتعرفها ان هو حاليا عامل لها حفلة جميلة قدام الخيمة بتاعتهم، وبتسيبها وبتروح تتعشى مع جان على امل ان هو يعرض عليها الجواز. وفعلا ده بيكون هيحصل لولا ان الاكل بيكون فيه شطة، وده بيخلي مافي تكح جامد وتقاطع جان كل ما يجي يتكلم، لحد ما بيقرر ان هو يجرب الاكل بنفسه وبيلاقيه مليان شطة فعلا، وده بيخليه يشرب مية وعصير كتير وما يعرفش يتكلم. لكن جان بعدها بيفاجئ مافي برحلة 10 ايام لتركيا، وبيقرر مع نفسه ان هو يعرض عليها الجواز اثناء الرحلة دي. ووقتها بتكون مافي مبسوطة بالرحلة وبتشكر جان وبتحضنه. وفي اليوم اللي بعده بتجهز مافي شنطتها علشان تسافر مع جان، وساعتها نورا بتشوف خبر في مجلة هندسية بيتكلم عن مافي، والخبر بيقول ان مافي اخدت جايزة افضل مهندسة معمارية في المانيا للسنة دي، وبيكونوا ناشرين صورتها مع ابوها وامها وهي طفلة، وده لان مافي اهدت الجايزة ليهم علشان هما مصدر الهامها في شغلها. وفي الوقت ده بتيجي إينور وبتودع مافي قبل ما تسافر، وبتروح مافي تركب العربية مع جان وبيتحركوا في طريقهم للمطار. وبعدها بتتصدم إينور لما بتشوف صورة مافي في المجلة، وبتجري وراها علشان تمنعها من ان هي تسافر لتركيا، ولكن ما بتلحقهاش. وبعد شوية وقت جان ومافي بيوصلوا لمطار مدينة اسطنبول، وساعتها بيجي واحد اسمه بيرول وبينده على مافي وبيشاور لها على عربية فخمة جدا وبيقول لها ان هو جاهز علشان يوصلها. فبتستغرب مافي وبتقول له ان اكيد هو غلطان في الاسم، ولكن بيرول بيقول لها ان هو متأكد ان الاسم صح. ووقتها مافي بتكون فاكرة ان دي مفاجأة من جان، لكن جان بيقول لها ان هو ما عملش كده، ولكن امه قالت له ان هي محضرة له مفاجأة اثناء الرحلة، وبيخمن ان هي دي المفاجأة، ولكن ما كانش متوقع ان هي تكون بالشكل ده. فبيقرروا ان هم يروحوا مع بيرول من غير ما يكونوا عارفين هو هيوديهم على فين، وبيكونوا فاكرين ان دي خدمة بتتقدم لكبار الشخصيات. وبعد شوية وقت بيوصلوا لمرسى اليخوت وبيركبوا يخت علشان يوصلوا للمكان اللي هم هيباتوا فيه. ووقتها جان ومافي بيكونوا مستمتعين بالرحلة، ولما بيوصلوا بيلاقوا نفسهم قدام قصر كبير وفخم جدا، وهناك بتستقبلهم كبيرة الخدم اللي اسمها كارولين وبتاخدهم معاها في جولة جوه القصر. وبتكون مافي منبهرة بالقصر والديكورات اللي فيه، ولان هي مهندسة معمارية فبتكون عارفة ان القصر اتبنى من زمان وان اصحاب القصر من اكبر العائلات في تركيا. فبتأكد كارولين على كلامها وبتقول لهم ان هم هيقابلوا السيدة ياديجار صاحبة القصر. لكن مافي بتنصدم لما بتلاقي ياديجار بتقول لها ان هي تبقى جدتها ام ابوها، وبسبب ان هي ما كانتش موافقة على جواز ابوها من امها فابوها ساب البلد وراح يعيش في المانيا. وبتعرفها كمان ان هي ما كانتش تعرف ان هي ليها حفيدة غير لما شافت المجلة، ولما عرفت ان هي جاية تركيا شافتها فرصة كويسة علشان تتعرف على عائلتها وتعرف عادات وتقاليد البلد اللي اتربى فيها ابوها واجدادها. وعلشان تثبت لها صدق كلامها بتوريها صور لابوها في مختلف مراحل عمره، ولكن مافي ما بتكونش مستوعبة كلام ياديجار فبتتصل بامها علشان تتأكد منها، ولكن بتتفاجئ ان امها جت بنفسها من المانيا. وفعلا بتأكد إينور على كلام الجدة، ولكن بتلومها على الطريقة اللي اتصرفت بيها، وبتقول لها ان هي كان ممكن تتصل بيها وتعرفها قبل ما تفاجئ بنتها بالطريقة دي. لكن ياديجار بتلومها هي كمان لان هي خبت عليها طول السنين دي ان ليها حفيدة. وهنا مافي بتقاطعهم وبتتكلم مع امها لوحدهم، وبتكون متضايقة لان امها خلتها تعيش بعيد عن عيلة ابوها، فبتعرفها ان دي كانت امنية ابوها قبل ما يموت علشان هو ما كانش عايزها تعيش حياة الاغنياء وتتعود على الرفاهية، لان هو جرب الحياة دي وتعب منها. وبتعتذر لها وبتقول لها
ان هي هتسيبها تعيش مع جدتها على امل ان جدتها تكون اتغيرت بعد السنين دي كلها. فبتقبل مافي اعتذارها وبتودعها قبل ما تمشي. وفي الوقت ده ياديجار بتتكلم مع جان وبتسأله عن حياته وعن عيلته، فبيقول لها ان هو بيشتغل محامي مع ابوه في شركة المحاماة بتاعته. وبيكون واضح ان ياديجار مش عاجبها المستوى الاجتماعي لعيلة جان. وساعتها بتيجي مافي وبتقطع كلامهم وبتقول لها جدتها ان هي جهزت لها جناح كامل في فندق العيلة، وبتقول لها تروح تبات هناك اليوم ده. وبتعرفها ان هي هتعمل حفلة كبيرة وهتعزم فيها كل افراد العيلة علشان يتعرفوا عليها. وبعد ما بتمشي مافي بتتكلم ياديجار مع كارول وبتقول لها ان هي متضايقة ان حفيدتها اتربت بعيد عنها، ده غير ان الشاب اللي معاها مش مناسب ليها ومش من مستواها. اما مافي فبتكون في اليخت مع جان وبيظهر ان هي فرحانة ولكن في نفس الوقت متلخبطة لان هي مش عارفة ايه طبيعة الحياة الجديدة اللي هي هتعيشها. ولكن جان بيطمنها وبيقول لها ان هي هتكون حياة جميلة وافضل بكتير من حياتها في المانيا. واول ما بيوصلوا للفندق بيكونوا منبهرين جدا من فخامته. وتاني يوم بيكونوا قاعدين بيفطروا سوا وبيتفاجئوا بواحد اسمه ايدو ومعاه بنت اسمها ليلى، وبنعرف ان هم قرايب مافي من الدرجة الثالثة. وبيكونوا فرحانين جدا بيها وبيعاملوها معاملة كويسة وبيعرفوها ان هم هيساعدوها علشان تعرف تتعامل مع افراد العيلة. اما ياديجار فبتكون قاعدة بتفطر مع 3 ستات من العيلة وبيتفاجئوا لما بيعرفوا ان هي ليها حفيدة. ووقتها بيجي واحد من العيلة اسمه كينت وبيبان ان هو شاب وسيم وبيتعامل مع الستات بشياكة. وساعتها بتاخده ياديجار بعيد عن قرايبها وبيتكلموا لوحدهم وبتحكي له عن مافي وبتقول له ان هي عايزاه يتعرف عليها ويقرب منها. وبيبان ان ياديجار عايزة تبعد مافي عن جان بأي شكل. وبعدها بنشوف جان ومافي مع ايدو وليلى في رحلة باليخت وبيكونوا مبسوطين ومستمتعين بوقتهم. وبيفضل ايدو وليلى يحكوا عن قصة العيلة وبيحكوا كمان عن واحد قريبهم اسمه جوني وبيكون بيدير شركة ياديجار. وبيقول ان هو مستني ياديجار تعلن في حفلة عيد ميلادها ان هو الوريث الرسمي للشركة. ولكن بعد ظهور مافي كل ده هيتغير لان هي الوريثة الشرعية لياديجار وكل املاكها. وفي نفس الوقت بيحذروها من جوني وبيقولوا لها بلاش تثق فيه. وفجأة بيظهر مجموعة من الصحفيين حواليهم وبيصوروهم، فبتستغرب مافي وما بتكونش فاهمة ايه اللي بيحصل. فبيعرفوها ان الصحافة دايما بتهتم باخبار المشاهير وبيطاردوهم في كل مكان. وعلشان كده ليلى بتزود سرعة اليخت وبتمشي بعيد عنهم. وبيجي وقت الحفلة وبيكون في صحفيين كتير مستنيين يشوفوا حفيدة ياديجار. وبتظهر مافي مع جان قدام كل اللي موجودين في الحفلة. وساعتها ياديجار بتاخد مافي وبتقف قدام الكل وبتعرفهم بحفيدتها اللي ما كانتش تعرف حاجة عنها. اما جان فبيكون متضايق لان هي خدته بعيد عن مافي، وده لحد ما تتعرف مافي على بقية عيلتها. وفي اللحظة دي بيوصل جوني بطيارة خاصة وبيروح يسلم على ياديجار وبيتجاهل مافي وما بيسلمش عليها. وبنرجع لجان اللي بيكون غير رأيه وتراجع عن فكرة الجواز من مافي، وده لانه خايف ان جدتها تفتكر ان هو طمعان في ثروتها. فبيقرر يبعد عن مافي فترة لحد ما تستقر مع عائلتها الجديدة وهو كمان يقدر يفكر كويس ويشوف هيعمل ايه. وبيروح لمافي وبيقول لها ان هو هيرجع ألمانيا لان عنده شغل مهم. لكن مافي بتتضايق لان هي عايزاه يفضل معاها، فبيوعدها ان هو مش هيتأخر وهيجي يزورها في اقرب وقت. وبعدها بيجي كينت وبيتعرف على مافي، ولما بيلاقيها متضايقة من جو الحفلة بياخدها على حي شعبي وبيجيب لها اكل. وبيفضل يحكي لها عن العادات والتقاليد التركية لكنه بيتفاجئ ان هي عارفاها كلها، وده من خلال دراستها للمباني التاريخية اللي موجودة في تركيا. فبيعجب بيها لان هي مثقفة وشاطرة في شغلها. وتاني يوم ياديجار بتاخد مافي وبيروحوا الشركة. واول ما بيشوفهم جوني بيتضايق لان هو عارف ان ياديجار هتخلي مافي تمسك ادارة الشركة بدل منه. وساعتها ياديجار بتوري مافي صور للقرية اللي هي اتربت فيها، وبتعرف مافي ان القرية تبقى من املاك العيلة وليها مكانة كبيرة جدا عند ياديجار. لكن للأسف اغلب البيوت اللي فيها بقت متهالكة ومحتاجة للترميم. وهنا جوني بيبلغ الجد ان اعمال الترميم مكلفة جدا، ده غير ان البيوت خلاص ما بقاش ينفع فيها اي ترميم ولازم تتهد قبل ما تنهار بالكامل. ووقتها بتلاحظ مافي ان ياديجار متضايقة من الكلام ده، فبتطلب من جوني يديها صور للبيت اللي في القرية وبتقوله ان هي هتقدر تلاقي حل بديل لهدم البيوت. والكلام ده بيعجب ياديجار وبيخليها مبسوطة، وده على
على عكس جوني اللي بيكون متضايق من تدخل مافي، وعلشان كده بيزورها بالليل في الفندق وبيفضل يضايقها بالكلام وبيقلل منها وبيحذرها من ان هي تقرب من مشروع القرية وبيسيبها وبيمشي. فبتتوتر مافي وبتقلق من كلامه، ولكنها بتنسى كل ده لما بتلاقي نورا صاحبتها جت علشان تزورها. وتاني يوم بتاخدها في جولة في شوارع اسطنبول وبيكونوا مبسوطين جدا، وبالليل بيروحوا يتعشوا مع ليلى وإيدو، ولكن بيتصدموا لما بيشوفوا صورة كنت ومافي انتشرت على الانترنت وبيكون مكتوب كلام عن علاقة محتملة ما بين أشهر عازب في اسطنبول وقريبته وحفيدة أكبر سيدة أعمال في المدينة. وهنا بتتوتر مافي وبتكون خايفة إن جان يشوف الصورة ويفهم غلط، فبتتصل بيه بسرعة وبتعرفه بحقيقة اللي حصل. لكن جان بيطمنها ان هو شاف الصورة وما زعلش من حاجة لان هو عارف كويس وواثق فيها. ولكن موسى بيكون ليه رأي تاني وبيطلب من جان ان هو يروح يلحق مافي قبل ما كنت يخطفها منه، فبيقتنع جان بكلامه وبيقرر ان هو يسافر تركيا ويطلب ايد مافي من جدتها. ولكنه بيتفاجئ ان ياديجار بتسأله ياخد كام ويبعد عن حفيدتها، وقبل ما يرد عليها بتديله شيك فاضي وبتقوله ان هي عارفة ان هو وعيلته ظروفهم وحشة وبتطلب منه يكتب المبلغ اللي هو عايزه. فبيبصلها جان باستغراب ولكنه بيمسك القلم وبيبدأ يكتب على الشيك. وفي نفس الوقت ده بتكون مافي قاعدة بتفطر في المطعم وبيجي كنت وبيرحب بيها هي واللي معاها، ووقتها بتتفاجئ مافي ان كنت يبقى صاحب المطعم، فبتستغل الفرصة وبتتكلم معاه لوحدهم وبتقوله ان هي محتاجة منه مساعدة، وبتعرفه ان هي عايزاه يجيب لها كل المعلومات عن البيوت اللي في القرية، وده لان هي حاسة ان جوني بيعمل حاجة غلط وبيكذب على ياديجار. وبيكون كنت مبسوط ان هو هيساعدها وبيوعدها ان هو هيجيب لها كل المعلومات دي في اقرب وقت. وفي اللحظة دي بيوصل جان للمطعم وبيشوف مافي وهي واقفة بتتكلم مع كنت، فبيتضايق وبيحاول يدخل ولكن الحارس بيمنعه، وده لان المطعم مخصص لفئة معينة من المجتمع وما ينفعش اي حد يدخل من غير ما اسمه يكون موجود على قائمة زوار المطعم. فبيتضايق جان وبيسيب المكان وبيمشي. ولما بترجع مافي على الفندق بتلاقي جان مستنيها وبتكون فرحانة جدا ان هو ما تأخرش عليها، لكن جان بيقابلها بطريقة مش كويسة وبيسألها هي كانت فين، فبتقوله ان هي كانت في المطعم مع اصحابها وما بتجيبش سيرة كنت، وده بيخلي جان يتضايق وبيكون عايزها ترجع ألمانيا. فبتتفاجئ مافي من كلامه وبتقوله ان هي عايزة تعرف اكتر عن عيلتها، ده غير ان هي هتبقى مسؤولة عن شركة جدتها ودي حاجة هتخليها مبسوطة وسعيدة في حياتها. لكن جان بيصمم على كلامه وبيقول لها ان هي عمرها ما هتكون مبسوطة هنا وبيسيبها وبيمشي. وفي اليوم اللي بعده بتسافر مافي للقرية مع ليلى ونورا وإيدو، وبتبدأ مافي تلف جوه القرية وبتتفرج على البيوت اللي فيها وبتاخد عينات منها علشان تتأكد لو البيوت محتاجة ترميم ولا لا. وفي الوقت ده بيكون جان متضايق بالسبب اللي حصل بينه وبين مافي، فبيعمل مكالمة جماعية ما بينه وما بين موسى ونورا وبيقول لهم ان هو غلط لما اتكلم مع مافي وهو متعصب، وبيعرفهم ان هو هيصلح غلطته وهيعمل لها مفاجأة في حفلة عيد ميلاد جدتها وهيطلب ايديها. وبنرجع لمافي اللي بتقابل ستات من اهل القرية وبتتفاجئ ان هم زعلانين جدا لان ياديجار عايزة تهد القرية وتعمل مكانها فندق، فبتستغرب وبتسألهم هم عرفوا ازاي الكلام ده. فبيحكوا لها ان في واحد من قرايب ياديجار زار القرية بطيارة هليكوبتر وكان معاه رجال اعمال كتير، واهل القرية سمعوهم بيتكلموا عن المشروع الجديد اللي هيعملوه على ارض القرية. فبتفهم مافي ان هم بيتكلموا عن جوني لان هو اللي بيتحرك دايما بطيارة هليكوبتر. وبالليل بتكون مافي قاعدة مع اصحابها وبتتكلم عن القرية واللي هيحصل فيها، وفجأة بيوصل كنت وبيقول لها ان هو جاب لها المعلومات اللي هي طلبتها منه، وبياخدها في عربيته وبيوريها اوراق بتثبت ان جوني ناوي يبيع القرية لمستثمرين كبار في البلد. فبتتضايق مافي وما بتكونش مستوعبة ان جوني ممكن يعمل كده. وهنا كنت بيستغل الفرصة وبياخدها في رحلة بالبالون علشان يبسطها، ووقتها بتكون مافي مبسوطة فعلا من جمال المنظر، فبيحاول كنت ان هو يقرب منها ويبوسها ولكنها بتبعد وبتقوله ان هي مرتبطة بجان. ولما بيرجعوا للقرية بتلاقي جان مستنيها، ومع انه بيكون متضايق لان هي رجعت مع كنت ولكنه بيتجاهل الموضوع وبيعتذر لها عن الكلام اللي هو
بتقولها له. وبيتفاجئوا ساعتها ان ياديجار وصلت للقرية وبتشرف على ترتيبات حفلة عيد ميلادها. واول ما بتشوف مافي بتاخدها بعيد عن جوني وبيتكلموا لوحدهم. وهنا مافي بتعرفها باللي جوني ناوي يعمله في القرية. فبتتصدم ياديجار وبتقول لها ان هي ما كانتش متخيلة ان جوني ممكن يخون ثقتها فيه، لكن مافي بتطمنها وبتقول لها ان هي هتبدأ في اعمال ترميم بيوت القرية. وبتعرفها كمان ان كينت هو اللي ساعدها علشان تعرف كل حاجة عن خطة جوني. وبعد شوية وقت بيوصلوا ضيوف الحفلة وبيكون من ضمنهم عيلة جان وإينور والدة مافي. ولما بتبدأ الحفلة بتقف ياديجار قدام الضيوف وبتقول لهم ان هي عارفة ان الكل مستني ان هي تعلن عن الوريث الشرعي للشركة، ولكن هي هتأجل الاعلان ده. وبتشكر مافي وكينت قدام الكل وبتقول ان هم قدموا لها اجمل هدية في عيد ميلادها. وهنا جان بيتوتر جدا وبيروح يتكلم مع مافي علشان يعرض عليها الجواز، ولكنه ما بيلحقش لان جوني بيقطع كلامه وبيقول لمافي ان جان اخد فلوس من ياديجار في مقابل ان هو يبعد عنها. فبتتصدم مافي وما بتكونش مصدقة ان جان ممكن يعمل كده. وبيحاول جان يفهمها اللي حصل ولكن جوني بيمنعه. فبيتعصب جان وبيحاول يخليه يبعد عنهم، ولكن مافي بتسيبهم وبتمشي وهي مصدومة. وهناك بتتفاجئ ان ياديجار بتتخانق مع والدة جان وبتفضل تقول لها ان ابنها عمره ما هيتجوز حفيدتها لان مستواه اقل منها. لكن إينور بتتعصب على ياديجار وبتقول لها ان هي ما اتعلمتش حاجة من اللي حصل مع ابنها زمان وناوية تكرر نفس الغلطة مع حفيدتها. ووسط كل اللي بيحصل ده بتنهار مافي وبتمشي من الحفلة، ولكن جان بيروح وراها وبيلحقها. وبيجي كينت وبيطلب منه يبعد عن مافي ويسيبها على راحتها. وبيعترف كينت لمافي ان جدتها هي اللي خلته يقرب منها، ولكن هو حبها بجد ونفسه يرتبط بيها. وفي اللحظة دي بيوصل جوني وبيوري كل اللي موجودين صورة مافي مع كينت وهو بيحاول يبوسها. فبتتصدم مافي وبتحاول تشرح لجان اللي حصل وبتقوله ان كينت قرب منها فعلا، ولكن هي رفضت وقالت له ان هي مرتبطة. لكن جان بيكون متعصب وبيرفض ان هو يسمع كلامها وبيمسك كينت وبيتخانقوا سوا. ولكن لما بيقعوا على التورته وبيبوظوها بيفوقوا لنفسهم وبيبطلوا خناق. وبيروح جان لمافي وبيديها خاتم الجواز وبيقول لها ان هو خلاص ما بقاش محتاجه وبيسيبها وبيمشي. فبتنهار مافي وبتيجي نورا وإينور وبيحضنوها علشان يخففوا عنها. وبعد الحفلة بيروح كينت لمافي وبيعتذر لها عن اللي هو عمله وبيقول لها ان هو هيبعد عنها ومش هيوريها وشه تاني. وتاني يوم بتروح مافي علشان تتكلم مع ياديجار عن اللي حصل. وساعتها ياديجار بتطمنها ان الصحافة مش هتنشر اي حاجة حصلت في الحفلة. فبتسخر منها مافي وبتقول لها ان دي حاجة ما تهمهاش اصلا. وبتقول لها ان هي كانت مبسوطة لما عرفت ان ليها عيلة، ولكن بسبب افعالها الغلط هما الاتنين خسروا اقرب ناس ليهم. وبتفكر إينور جدتها ان هي زمان خسرت ابنها ودلوقتي بتخسر حفيدتها. ده غير ان ياديجار كانت سبب في ان هي تخسر حبيبها جان. وبتعرفها ان هي خلاص ما بقتش حابة تعيش معاها وبتسيبها وبتركب التاكسي وبتروح على المطار علشان ترجع لألمانيا. وبتمر الايام وبيكون واضح ان جان ومافي لسه بيحبوا بعض ومش قادرين ينسوا اللحظات الحلوة اللي جمعتهم سوا. وفي يوم بتتفاجئ مافي برسالة بتجيلها من جدتها وبتقول لها في الرسالة ان هي عرفت غلطتها وندمان عليها وبتطلب منها ما تخسرش جان لانه بيحبها فعلا. وبيكون مع الرسالة الشيك اللي ياديجار عرضته على جان. وبنعرف هنا ان جان كتب لها على الشيك ان فلوس الدنيا كلها مش هتخليه يتنازل عن حبه لمافي. فبتنبسط مافي لما بتعرف ان جان ما اخدش فلوس من جدتها وبتقول له نورا ان هي هتروح له وتعتذر له عن اللي حصل. ولكن نورا بتقول لهم ان جان في طريقه للمطار لانه مسافر لامريكا. فبتجري مافي بهدوم البيت في الشارع وبتقف قدام التاكسي اللي راكبه جان وبتوقفه. ولما بينزل جان من التاكسي بتقول له مافي ان هي عرفت كل حاجة وبتعتذر له عن اللي حصل وبتقول له ان هي مش عايزة تبعد عنه. فبيفرح جان وبيعرض عليها الجواز وهي بتوافق. وبعد ايام بتتعمل حفلة خطوبتهم وبتكون ياديجار موجودة في الحفلة وبيكونوا كل اللي موجودين فرحانين وبيرقصوا حوالين جان ومافي وفرحانين ليهم وبيخلص الفيلم.